النهارده من عبود سحر فاجئتني وشفتها بعد اكتر من 5 سنين. انا سعيده فعلا اني شفتها ومبسوطه. سحر مش بس صاحبتي وحبيبتي، سحر عشره عمر، سحر اخت حقيقيه ليا في القاهره. وما باجي القاهره وما بشوفش سحر ببقى زعلان، وفوجئت النهارده بيها وبفاجئها ان هي ترجع معانا تاني وتنورنا، والدنيا كلها منوره. وسحر حبيبتي حتى جايبالي اكل عامله لي عزوم، فوجئت بيه. انا من مع سحر ببقى مبسوطه. ازيك يا سحر؟ وحشتيني ومنوره الدنيا. العالمية الكبيرة يا سهير يوسف، ده شرف كبير ليا جدا ان انا اكون معاكي وان انا اقابلك واشوفك بعد كل السنين دي. فعلا سعدتني ان انا شفتك انت. وانا سعيده والله يا سحر اما بسمع عنك اي خبر او اشوف اي حاجه انت بتعمليه، ببقى حاسه فعلا ان انا نفس الايام ترجع تاني. احنا قعدنا مع بعض احلى ايام وتقاسمنا مع بعض في جريده الاهرام الاخباريه والحدث الاخباريه، وتقاسمنا مناصب عديده. حتى هي خدت منصب كبير كان بتاعي على مستوى العالم، وانا قلت لا، سحر اولى بيه، ان سحر من القاهره ودايما ما فرقتش بينه وبين سحر، لان سحر فعلا مش اختي بس، ده اختي وحبيبتي وصاحبتي وحاجه منوره. انا فرحانه وسعيده بيكي، ونفسي فعلا الايام ترجع تاني، ونفسي انت دايما تبقي معانا يا سحر والله. انت حبيبتي واختي يا سهير، وبعدين انا وانت واحد، حتى لو خدت المنصب جاي ان انت خدتيه بالظبط. ما هو ده اللي بيحصل يا سحر، احنا ما كناش بندقق مع بعض في حاجه والله، وباذن الله هنرجع ومش هندقق مع بعض في حاجه. وهي فوجئتني النهارده بحاجات كتير، وانا فرحانه وسعيده، وتقريبا ما عدتش عايزه اروح المؤتمر. انا كنت جايه المؤتمر بس لما قعدت مع سحر شبعتني الايام اللي فاتت، فشبعت فعلا. انا كان نفسي مشتاقه لها ووحشتها شبعت انني شفتها وقعدت وياها، وجايه لي باوبر وجايه لي مخصوص. وانا سعيده والله يا سحر، ودايما دايما يا قلبي تبقي في خير وسلام مع بعض يا رب، وربنا ما يفرقنا ابدا سواء في العمل او في الحياه الاجتماعيه العاديه. يا رب يا رب يا سحر يا رب. الاخت النيجيريه قريبه سحر، قريبتها، وهند بنتي، وانا من عبود. بقول لكم كل سنه وانتم طيبين. انا فرحانه فعلا وسعيده بيها، وبتمنى دايما اللمه ديت تبقى بخير. مصر زي ما فيها الغريب والعجيب، فيها الحبيب وفيها الصاحب وفيها الصديق. احنا خدنا من مصر احلى ما فيها، خدنا سحر محمود. سعدت بيكي يا سحر، ودايما دايما يا قلبي منوره ومتالقه، وباذن الله هترجع لنا رجعه جديده باضواء جديده وبحاجات جديده. وسحر مبشره، لان سحر جمعت ما بين الاعلام والصحافه وسفيره سلام، وجمعت بين حاجات كتير. سحر من الاخوه اللي كانوا نشيطين، ودايما هيرجع لنا نشاطها من تاني. وكانت كمان من اول من بدأ الحمله المصريه للاعلام السياسي لخميس اسماعيل، وهي فعلا اللي كانت منوراه، وهي اللي كبرته، وهي اللي هترجع تاني بكل حاجه. سعدت بك يا سحر، وانا مبسوطه جدا ان انا شفتك. حبيبتي يا سحر، حبيبتي يا سحر.